لو جبتي لحمة وطلعت كبيرة ومحتاجة وقت طويل للتسوية، ازاي تحولي اللحمة دي للحمة ضاني لأحلى وأجمل وأطعم من اللحمة الضاني كمان، بخطوات بسيطة جدا. فيديو قصير جدا وبسيط جدا بجد. اللحمة أصلا الطريقة دي بعمل بيها كل أنواع اللحوم، سواء كانت لحمة كبيرة بتحتاج تسوية أو حتى اللحمة العادية. زي ما انت شايفة كده اللحمة بتدوب وطعمها وريحتها جايبة لآخر الشارع وخرافية فعلا بجد. يعني الطريقة دي أحلى طريقة هتاكلي بيها لحمة أيا كانت، إن شاء الله حتى يا رب تكون لحمة جملي وكبيرة كمان، أو أي لحمة كندوس. أي لحمة بتاخد معاكي وقت في التسوية ويتضايقوا من أكلها ويقولوا لك لا دي بتشد، لا ده مش عارف فيها ايه، لا النهارده ان شاء الله هقولك على طريقه هتخليها احلى واجمل من اللحمه الضاني في الطعم والريحه وفي كل حاجه. شايفه الجمال، شايفه البهاريز، شايفه اللحمه دايبه ازاي، جميله جدا. اول حاجه هنسمي الله كده، وهنجيب حله فاضيه ونحط فيها الدهن بتاع اللحمه، او لو انت عندك دهن عجالي هنسيحه على نار هاديه كده لحد لما ينزل الزيت اللي فيه. هننزل عليه بقى بفصين من المستكة و3 فصوص من الحبهان. نفتح الفص بتاع الحبهان عشان نخرج اللي فيه، وكام ورقة لورا بس، يبقى حبهان والمستكة وورق لورا، ونحاول كده نشوحهم مع بعض دقيقتين. وبعد كده على نار عالية نعلي النار، احنا كنا مهديين النار علشان نسيح الدهن، لا هبدأ اعلي النار وهبدأ احط اللحمة بتاعتي تاخد الصدمة علشان ما توقف خروج السوائل اللي هي بتبقى موجودة في اللحمة، عشان تفضل محتفظة بالعصارة بتاعتها ويبقى طعمها حلو وتبقى جوسي. اللحمة دي الحلة دي حلة ضغط، تقدري تعمليها في اي حلة عادية خالص، مش لازم حلة ضغط خالص. حلة الضغط الميزة الوحيدة فيها انها بتختصر الوقت، يعني الحاجة اللي بتاخد ساعتين في حلة الضغط بتاخد ساعة، لكن زيها زي اي حلة تانية عادية في كل حاجة. بدأنا بقى ننزل اللحمة وهنبدأ نعلي النار خالص. مهم قوي انه النار تكون عالية جدا علشان انا مش عايزة اللحمة دي تطلع ميتها. في ناس بقى ايه يهدوا النار، يخافوا الحلة تنحرق فتقومي تهدي النار، اللي بيحصل انه اللحمة بتخرج العصارة اللي فيها وتيجي تاكليها تلاقيها متفلة، وده سر خطير ومهم جدا. احنا مش بنعلي النار عليها او مش بنديها الصدمة يعني مثلا كيف او مزاج او احنا نفسنا نحرقها وخلاص، لا، تعلية النار دي اساسي علشان تاخدي طعم لحمة حلو. بعد كده عندي اما ميه بتغلي او شوربه بتغلي، وبنزل على اللحمه بميه مغليه او بشوربه مغليه، واقفل عليها واسيبها تستوي على نار هاديه. بعد ما تغلي الاول نص ساعه تغلي على نار عاليه، بعد كده بهدي النار خالص واسيبها تستوي تماما. بعد ما تستوي تمام السوا باخدها احطها في طاجن زي ما احنا شايفين كده، واحط عليها كوبايه من الشوربه بتاعتها، وهنزل عليها بشويه بهارات ملح وفلفل وكمون، لو عندك كزبرة ماشي، كمان بهارات اللحمة او البهارات السبعة، وبصل. البصل بقى في ناس ممكن بتحب البصل ده كتير قوي وتحط منه كميات كبيرة، لكن انا مع الناس اللي عندي او اللي هياكل مش بيحبوا البصل كتير، عشان كده حطيت ايه بصلتين بس صغيرين كده، خرطتهم شرايح، وبعد كده قفلنا على الطاجن دوت بورق فويل، ودخلته الفرن لمدة ساعة كاملة تاني بعد التسوية الكاملة. وبعدين شلت الغطا وحطيته تحت الشواية حوالي 20 دقيقة او نص ساعة حسب ما ياخد معاكي. وطلعت بعد كده بقى ريحة وطعم مفيش ألذ ولا أجمل ولا أروع من كده، بجد هتاكليها وهتدعيلي. أي لحمة موجودة عندك عايزة تخليها كأنها لحمة ضاني اعمليها بالطريقة دي وادعيلي، بجد تحفة. تقدري بقى تعملي جنبها رز ابيض، تعمليها مع العيش الجميل اللي احنا عاملينه ده. العيش ده على فكره احنا عاملينه مع بعض على القناه، لو عايزه الطريقه بتاعته اكتبي لي في التعليقات. العيش ده حلو جدا في العيد الكبير يا جماعه، بيبقى حلو قوي مع اللحمه يعني، او تعملي رز زي ما انت عايزه. بجد طريقه جميله جدا جدا، لازم تجربوها. ولو انت بتشوفينا لاول مره اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك منا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل عام وانتم بخير.